فعلى الحكومة أن تستخلص العبرة والدرس بالرجوع إلى الصواب من أجل مفاوضات حقيقية، من أجل الحد من ضرب القدرة الشرائية، ومن أجل زيادة عامة في الأجور، ومن أجل الرفع الحد الأدنى للأجر مع توحيده في القطاع الفلاحي، ومن أجل الرفع من معاشات التقاعد، ومن أجل تطبيق القوانين الاجتماعية من مدونة شغل وضمان اجتماعي، ومن أجل سياسة لمقاومة البطالة وتشغيل الشباب، ومن أجل مفاوضات قطاعية